من محاسن القدر أن نصور هذه الفقرة في تركيا. وإذا تذكرنا تركيا تذكرنا هذا الإمام العابد الصالح الذي سماه أورخان محمد علي، سماه رجل القدر، وهو سعيد النورسي رحمه الله ورضي عنه. سعيد النورسي كان أعجوبة في الحفظ، حتى أن المعلمين في المدرسة، هناك كتاب في أصول الفقه اسمه جمع الجوامع، يعني رسالة في مجلد واحد شرحت في أكثر من مجلد. فكانوا يقولون إذا دخل سعيد النورسي، وهو ابن الابتدائية بالمناسبة، إذا دخل المكتبة فيحفظ بسرعة. فقال أحد المعلمين: حفظ سعيد جمع الجوامع جميعه في جمعة. فمرة من المرات حسده الطلبة في المدرسة وتجمعوا عليه في الفسحة يعني. فلما تجمعوا عليه أقبل المدرسون، فأشار إليهم سعيد وهو في الابتدائي، في المرحلة الابتدائية، قال: أيها الأساتذة، هذه أمور خاصة نحلها بيننا. فتعجبوا من عقلية هذا الطفل، يعني أطفال يحسدونه تآمروا عليه ويقولون هذه أمور داخلية نحن نحل بينها. فأدرك أحد المعلمين أن هناك سرا في تربية سعيد، قوة الحفظ والعقلية والذكاء والفطنة والحكمة في التعامل مع المواقف. فقال أحد المعلمين للأساتذة: لابد أن يكون هناك سر في بيته في أسلوب تربيته. فانتدب نفسه ليذهب إلى القرية. سعيد كان في المدينة في اسطنبول وأهله في القرية، فذهب إلى القرية ونظر في مجلس والديه فتحدث مع أمه، فقال: ما سر تربيتكم لسعيد النورسي؟ فقالت أمه: منذ أن ولدت أو كنت حاملا بسعيد كنت دائما على وضوء، إذا كنت على قدرة على الطهارة فأنا على وضوء حتى ولدت بسعيد. فعرف السر الأول، أن هذه امرأة عابدة صالحة تتمنى من الله عز وجل أن يرزقها هذا الابن العابد الصالح. قال: فانتظر الأب حتى يتحدث معه ويعرف السر الآخر. قال: فلما أقبل الأب كان معه الأبقار أكرمكم الله، وهي مكممة الأفواه، فسأله عن سر ذلك، وقد كانت الأبقار في الحديقة وفي البستان الخاص بوالد سعيد. فقال: لأن هذه الأبقار تمر على الطريق بساتين الجيران فتأكل من الأطراف، وأنا لا أريد أن يأكل ابني من مال حرام، حينئذ أريد أن ينبت ابني نباتا حسنا. فأدرك هذا المعلم السر في الأم الصالحة وهذا الأب الذي يبحث عن الحلال. ومن هنا ندرك كلمة الإمام خلال شيخ الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في هذه العبارة البليغة الإيمانية عندما يقول: إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت، وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أم أبيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتنا وينبت أهلنا وأولادنا نباتا حسنا.